حبايب قلبي دكاترة ومهندسين الصف الخامس ابتدائي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة إن شاء الله يا باشمهندسين مع مراجعة على شهر أكتوبر كده يا باشمهندس من كتاب سلاح التلميذ للصف الخامس ابتدائي. النهاردة يا باشمهندسين إن شاء الله الاختبار ده طبعا هنسيبها لك لينك البي دي إف بتاعي أنت محمله على قناة التليجرام. لو أنت مش حل هتروح تحلها وتيجي تحل الاختبار وتيجي تسمعه، تحل الاختبار التاني وتيجي تسمعه، وتحل الاختبار التالت وتيجي تسمعه، وهما 5 اختبارات. كل اختبار مكون من 12 نقطة. الامتحان كله أو الاختبار الواحد ب15 درجة. السؤال بيقول لك اختر إجابات صحيحة بدل المطلوب. أي من الأعداد التالية أو تكون فيها قيمة رقم 2 تساوي 2 جزء من كام من 1000. احنا هنا عايزين 2 جزء من 1000. هنا مش هندسة 2 دي في خانة الآحاد فبالتالي مرفوضة. 2 دي في خانة جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000 هي دي اللي مقبولة. طب خلينا دي جزء من 10 فبالتالي مرفوضة. ديت في خانة الألوف أو أحاد الألوف فبالتالي مرفوضة. السؤال التاني، العامل المشترك لجميع الأعداد هو كام؟ الواحد. طبعا دي ثابتة. أكبر عدد من الأعداد العشرية التالية أكبر عدد. لا بص، أول حاجة تبص على العلامة العشرية، العلامة العشرية، علامة عشرية، علامة عشرية، علامة عشرية. يمين تبص على الشمال العلامة العشرية، رقم ورقم ورقم كمان. 3 و2، لا طبعا 3 فالاتنين دول مرفوض. 3 و3 و3 كلهم شبه بعض. بص على اليمين بس قبل ما تروح يا باشمهندس تبص تعد كام رقم. هنا 3 وهنا كام؟ 2 زود صفر، هنا 1 زود صفرين. يلا 9 و0 و1. لا ده يا باشمهندس دي غلط ودي كمان غلط. أكبر حاجة كام؟ هي 3.9. طب الأقرب جزء من كام؟ من 100. جزء من 10 جزء من 100 اللي هي كام؟ 4. اللي جاب لك كام؟ 5. فالخمسة بتدي، فالأربعة زائد واحد بقت 5. وكل اللي عشملها بينزل ازاي؟ ما هو الاتنين على مع الشيء 9 بقت 9 صحيح، و25 جزء من 100 اللي هي رقم جي. المضاعف المشترك لجميع العددين هو عايز المضاعف صح، وعددين أوليان يضربهم في بعض. اضرب الاتنين في 3 اللي هي بتساوي 6 اللي هي الاختيار فين يا باشمهندس؟ وعايز المضاعف الاتنين زائد بستة. طب هو ما جالكش الأصغر يا باشمهندس. طب في حاجة تانية؟ لا. طب الستة ديت يا باشمهندس تقدر توصل ل 12؟ اه اضرب توصل 12 عن طريق انك تضرب الاتنين في 6 وتضرب التلاتة في الأربعة. طب التمانية تقدر تضرب الاتنين في 4 تساوي 8 بس مش تساوي كام؟ بس مش هتعرف تضرب التلاتة في رقم تساوي 8. طب تقدر توصل 9، تقدر تضرب التلاتة في 3 تساوي 9 بس تقدر تضرب الاتنين في رقم صحيح بيساوي التسعة. وتقدر تضرب الاتنين في رقم بيساوي 16، وتقدر تضرب التلاتة مش هتقدر تضربها في رقم بصحيح بيساوي 16. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال التاني بيقول لك أكمل مما يلي. دوت كتكتب لفظيا، يعني هو عايز يقراها. بص كده، دي علامة عشرية صح، فاللي على الشمال هو العدد الصحيح، فخمسة صحيح تيجي كاتب كده اهوت 5. في علامة عشرية تعمل فاصلة كده. دي كام؟ 23 جزء من 1000 تكتب كده اهوت 23 جزء من 1000. طب هنا يا باشمهندس كده إذا كانت 9.8 زائد إكس بتساوي 15.3 فإن قيمة الإكس بتساوي كام؟ مش دي جامع يا باشمهندس؟ فيبقى الكل اللي بعد اللي يساوي. ممكن نقول كمان إن الإكس دي بتساوي 15 و3 جزء من 100 نطرح منها 9 و8 جزء من 10. أول حاجة أكيد دي صفر وهنا كمان صفر، إحنا بنساوي يا باشمهندس الأرقام. إحنا قلنا يعني حاجة، بص أنا مع شيء هنا رقمين وهنا رقم حطينا صفر، هنا رقمين وهنا رقم حطينا صفر. هنا 3 ناقص صفر اللي هي بتلاتة، 0 ناقص 8 ما ينفعش نروح نستلف. دي بقت الأربعة ودي بقت كام؟ دي بقت 10. 10 نشيل من 8 تبقى الاتنين. جابلتنا نعمل عشرتين زي ما هي. 4 نشيل من 9 ما ينفعش نروح نستلف، بقت 14 نشيل منهم 9 تبقى كام؟ 5. فيبقى قيمة الإكس هي 5 صحيح و23 جزء من 100. العوامل الأولية لعدد 12 ولا العدد 12 اهوت. إيه اللي نضرب في ال 12 يا باشمهندس يكون أولي؟ هي الاتنين في الستة، أو ما بيستخدم شجرة العوامل. يعني تستخدم شجرة العوامل أفضل من اللي حتى السيارة بعدين. ادي ال 12 اهي. 12 دي عبارة عن 2 في 6، والستة دي ليست أولي دي عبارة عن 2 في 3، فيكون العدد الأولية بتاعتها هي 2 و2 و3. طب هنا عند قسمة العدد ده هو على 10 فإن قيمة رقم 5 تتغير من نقط إلى نقط. هي دلوقتي في 5 أحاد، يقسم على 10 يا باشمهندس، يعني العلامة العشرية تروح ناحية الشمال كم رقم عشان في صفر واحد، فتبقى عبارة عن 2 و51 جزء من 100، فبقت أصبحت 5 جزء من 10. طب هنا 5 جزء من 1000 أدي 5 جزء من 1000 زائد 23 جزء من 100. 23 جزء من 100 بتساوي كام جزء من 1000؟ اجمع يا باشمهندس. هنا نحط صفر عشان يبقى 3 أرقام وتلات أرقام. صفر وخمسة هي 5، 3 وصفر هي 3، و2 وصفر هي 2، وبعد كده تبقى كام؟ 235 جزء من 1000. طب هنا اوجد عين م ألف وم ألف للعددين واحدة واحدة. أدي 45 أهيت وأدي 15. حل يا باشمهندس ال 15 ديت كام في كام؟ عبارة عن 3 في 5. دي عدد أولي ودي عدد أولي. ال 45 عبارة عن كام في كام؟ الخمسة في 9 دي عدد أولي ودي ليس أولي. التسعة دي عبارة عن 3 في 3 دي أولي ودي أولي. تحت بعد كده يا باشمهندس أدي 45 اللي هي عبارة عن 3 في 3 في الخمسة، واعمل لي ال 15 كمان اللي هي عبارة عن 3 مضروب في كام؟ في 5. ايه المشترك؟ ال
5 والكمان كام 3. فيبقى العين ميم ألف المشترك فقط اللي هي 3 في 5 اللي بتساوي كام 15. طيب الميم ميم ألف يا باشمهندس اضرب بقى هتكتبها اهو ادي الميم ميم ألف. الكام التلاتة في 5 ادي التلاتة في 5. ايه المتبقي فوق التلاتة اضرب في 3. المتبقي تحت حي لا التلاتة في 5 في 5 اللي هي اصلا كانت 45 يبقى الميم ميم ألف بتاعتهم هي 45. بيقول لك رتب ايه تصاعديا يعني تصاعديا من الصغير للكبير. واحد بيصعد السلم فبيطلع من الصغير للكبير. قبل الترتيب زي ما احنا متفقين يا باشمهندس. اول حاجه نبص على علامه 20 علامه 20 علامه 20 علامه 20 تمام. بص على الشمال هنا رقم هنا رقمين تحط هنا صفر. هنا رقمين تمام رقمين تمام نحط هنا صفر. بص على اليمين هنا رقم هنا رقمين يبقى نحط هنا صفر. رقمين رقم نحط هنا صفر وهنا رقمين تمام. اول حاجه بنقارن من الشمال لليمين. طيب هنا يا باشمهندس كده صفر وهنا واحد لا دي الاصغر ودي 3 وهنا صفر. احنا بنقارن دلوقتي ما بين الاثنين ومحطوط عليهم النقطه ديت. دي 3 ودي 3 هنا 5 وهنا صفر. انهي الصغير؟ لا طبعا الخمسه الصفر يا باشمهندس. تبقى 3 صحيح و5 جزءا من 100. طب ليه يا باشمهندس ما كتبتش الصفر دوت؟ ان الصفر على الشمال العلامه العشريه ملهوش لازمه طالما ما بعضوش ارقام. طب هنا اخر حاجه كام ديت اللي هي 3 صحيح و5 جزءا من 10. دي كده يا باشمهندس الصغيره اللي بعدين. طب ديت يا باشمهندس 31 و13 انهي الصغيره؟ طبعا يا باشمهندس الكام ال 13 اللي هي كام يا باشمهندس 13 و5 جزءا من 10. طب خدنا اخر حاجه كام اللي هي 31 و2 جزءا من 100. تمام كده تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. الاختبار الثاني يا باشمهندس بيقول لك هنا السؤال الاول اختيار بس طبعا اي ممال يمثل معادله تعبيرا رياضيا. التعبير الرياضي يا باشمهندس اللي هو عباره عن جمع ارقام بس. فين جمع ارقام بس؟ اللي هو رقم جي. طب دي اسمه يا باشمهندس مقدار جبريا عشان في طبعا مقدار اللي هو ايه جا. طبعا فيها يساوي تبقى اسمها كمان ايه معادله. طب هنا عند ضرب العدد العشري في 10 فإن قيمة العدد تزداد. طب يا مستر أنا مش فاهم. بص كده 5 انضربت في 10 بقت كام؟ بقت 50. انت معاك 5 اصبحت 50 لما ضربتها في 10 زادت ولا قلت؟ زادت. طب لو كان قال لك قسمة تبقى ايه؟ تقل. المتغير في المعادلة طبعا انت فاكرين ان المتغير دوت عبارة عن اي رمز هتلاقي رمز هنا كام؟ اسمه اكس. طب لو كان اي رمز تاني كنت تختاره عادي. طيب دي شوندس دي كده اسمه ايه؟ الحد المطلق او مالهاش تفرق. بقول لك هنا شوندس كده 6 صحيح و23 و213 جزء من 231 جزء من 1000. أصبح 6.2 لحد هنا. جزء من كام دي؟ جزء من 10 اللي هي فين؟ جزء من 10 اللي هي رقم د. أو ممكن كمان حد يكتبها لك كده جزء من 10 عشان لو جات لك اختار تمام أو حاجة تانية يعني. لأقرأ العدد الذي عوامله الأولية. لما يجيب لك عوامل العدد الأولية وعايز العدد نفسه اضربهم في بعض. هتضرب التلاتة مضروبة في الاتنين مضروبة في الخمسة. الاتنين في خمسة بعشرة تلاتة في 10 بكام؟ 30 اللي هي رقم ب. بس كده. السؤال الثاني بيقول لك أكمل مال القيمة المكانية رقم واحد في العدد ده. أنا عايز قيمة المكانية وليس قيمة الرقم. خد بالك قيمة مكانية يعني بخلي الجزء من كام؟ جزء من 10 جزء من 100. تيجي كده نقول كده يا باشمهندس جزء من 100. طب هنا كده العدد ده هو مضافا إليه يعني يجمع. يبقى عدد 8 وخمسة من 10 مضافا يعني زائد عدد ما جالش اسم العدد تحطه اكس وليكن بتساوي كام؟ 11 صحيح و5 جزء من 10. بقول لك انا عايز المعادله ما قالكش انا عايز ايه هو الرقم. طيب ناتج تقدير جمع المقدارين ده باستخدام استراتيجيه لها اعداد قيمه مميزه. يعني الواحد من 10 يعني الواحد من 10 بتروح لكام؟ للصفر. وكذلك الأربعة من 10 بتروح للأربعة من 5 من 10 وكذلك التسعة من 10 بتروح للواحد من 10 اللي هي خط العدد على المشمهندس. دي كده احنا جزء من 10 ودي جزء من 10. دي 9 بتروح للكام؟ للواحد الصحيح تبقى واحد زائد. دي 3 من 10 بتروح للكام؟ التلاتة من 10 بتروح للخمسة تبقى هنا عبارة عن 5 وخمسة من 10. ملهاش علامة عشرية تبقى تحط صفر وعلامة عشرية. يلا بينا. 5 وصفر هي 5 وعلامة عشرية قبل زي ما هي. 5 وواحد كام؟ 6 تبقى دي كام باشمهندس كده 6. السؤال رقم 9 مضاعف العدد 3 محصور بين نقط. بص كده مضاعفات عدد 3 محصور بين كام؟ 31 والكام؟ وال34. بص يا باشمهندس دي 31 لو احنا قلنا 30 في 10 يعني عشان تصبح 30 يعني 3 في 10 صح؟ لو 3 في 10 يساوي 30. هات اللي بعد 10 اللي هو كام؟ التلاتة في ال11 بتساوي كام؟ 33. فبالتالي احنا هنكتب هنا كام يا باشمهندس؟ هنكتب هنا كده 11. نكتب هنا كده يا باشمهندس 33 اللي هو العدد اللي ما بينهم كده. طبعا هو كان عايز العدد اللي هو هينضرب فيه فيبقى نكتب 11 لكن هو عايز العدد هو 33. تيجي يا باشمهندس اكنها 5 جزء من 10 دي زائد 5 جزء من 1000. اجمع عادي. ادي بص كده اهوت عم 20 جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000 احاد عشرات في خانة الأحاد في خانة العشرات في خانة جزء من 10 في خانة جزء من 1000. ما جاش حاجة في خانة جزء من 100 ما تسيبهاش فاضية تبقى مكانها صفر.
بقت 73 صحيح و509 جزءا من 1000. طيب هنا يا باشمهندس كده السؤال الثالث أجب عما يلي. اشترى أحمد كتاب بمبلغ 34 صحيح و25 جنيه جزءا من 100 جنيه، وأقلام بمبلغ 20 جنيها و75 جزءا من 100 جنيه. إجمالي ما دفعه. طبعا إجمالي ما دفعه يعني هو عايز يجمع اللي هو دفعه كله. اجمع يا باشمهندس. ادي كده ال34 وال25، تحتها بالظبط ال20 وال75. اجمع كده يلا. 5 وصفر هي الخمسة، هي 5 و5 10، صفر مع الواحد. 1 و2 3، 3 و7 10، صفر مع الواحد. جابتنا العلامة العشرية بتنزل زي ما هي. 1 و4 5 والصفر تبقى 5. 3 و2 كام؟ 5. يبقى هو أحمد كده دفع كام؟ يبقى دفع 55 جنيه. طب هنا يا باشمهندس اوجد عين م أ وم أ العددين ده هما تحليل الأعداد اللغوية المشتركة. أول حاجة أدي 18. ال 18 دي كام في كام؟ ال 18 ديت يا باشمهندس عبارة عن 3 في 6، فنقول 3 في 6. 6 ديت ليست أولي فدي عبارة عن 3 في 3. أولي أولي أولي. دي 2 في 3 في 6. طب ال 24 عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 في 6. ليست أولي اللي هي 2 في 3، ودي كمان ليست أولي اللي هي عبارة عن 2 في 2. ادي ال24 عبارة عن 2 في 2 في 2 في 3. وال18 يا باشمهندس عبارة عن التلاتة، الاتنين في 3 في 3. ايه المشترك؟ التلاتة وتاني الاتنين، فيكون العين م أ بتاعتهم الاتنين في 3 في 6. ادي العين م أ بتاعتهم الاتنين في 3 بتساوي 6. الميم م أ بتساوي كام؟ الاتنين في 3. ادي الاتنين في 3. اتبقى تحت 3، اتبقى فوق 2 في الاتنين. 2 في 2 ب4، في 6 ب24، في 3 لا ده مش لسه اوكي. دي 2 في 2 ب4 ادي ال4، و3 في 3 9 مضروب كمان في 2. ال2 في 8، ال2 في كام؟ ال2 في 9 بكام؟ 18. 18 في ال4 واحدة واحدة. ال4 في 8 ب 32، 2 ومعايا التلاتة. الواحد في 4 ب4 و3 7 بقت كام؟ 72. أو ممكن حتى نقول الاتنين في 4 في 8، 8 في 9 بكام؟ 73. ب 72 عادة خالص. تعال نشوف الامتحان بعد كده. الاختبار التالت يا باشمهندس بيقول لك السؤال الأول اختر بس هي بات المقطعة. هنا يا باشمهندس عايز يحط أكبر وأصغر ويساوي، بس قبل أي حاجة أول حاجة نبص على العلامة العشرية. العلامة العشرية هنا اهيت وأهي. هنا رقم هنا رقم، هنا 3 وهنا 2 نحط هنا 0. قارن يلا من الشمال لليمين. هنا 2 و2، 7 و2. لا أنا الأكبر السبعة اللي رقم ألف. أي من أعداد التاريخ أعداد أولية، كلهم أعداد أولية. إيه أعداد أولية؟ عدد والقسم عن نفسه وعدد الصحيح. السبعة عدد أولي، وال11 عدد أولي، وال17 عدد أولي، وال15 مش عدد أولي، لأن ال15 عبارة عن 3 في 5 والواحد في 5 ليها أكتر من عامل، فبالتالي ليس عدد أولي. المفروض عشان تكون حافظ لحد ال24 29. طب أقول لك هنا الأقرب عدد كام صحيح؟ الأقرب عدد صحيح اللي هو كام؟ الاتنين. شوف اللي بعديها 6 تدي فالتسعة بقت كام يا باشمهندس؟ بقت 10. صفر واللي بعدها 1 دي بقت كام؟ 2. بقت 20 صحيح اللي هي رقم جي. الجملة الرياضية ده هي كده تمثل ايه؟ فيساوي معادلة على طول كده من غير ما تفكر. طب دي كده بيضربوا بكام؟ في 1000. يعني العلامة العشرية تروح يمين كام رقم؟ 3 ارقام. ادي 5 وادي 6. العلامة العشرية هنا ادي 1 2 3. بقت 5600. فين 5600 اللي هي رقم ألف. السؤال الثاني بيقول لك أكمل مما يلي. الكسر الاعتيادي الذي يكافئ ده باشمهندس. بص كده هو عايز كسر اعتيادي يعني صوت بسط على مقام. دي 12 جزء 100 يعني 12 على 100. طب هنا ناتج تقدير طرح ده هم كده باشمهندس باستخدام استراتيجية أو رقم اليسار. دي كام؟ 9 على 20 9 ناقص 7 أهي بتساوي كام يا باشمهندس؟ 9 ناقص 7 اللي هي عبارة عن الاتنين. العدد 18 هو مضاعف مشترك للعددين 8 وكام يا باشمهندس؟ يعني الاتنين في كام بتساوي 18؟ 2 في 9 خلاص كده. 4 أجزاء من 10 أدي الأربع أجزاء من 10 بتساوي كام جزء من 1000؟ يا باشا ساوي دوت لحد ما توصل جزء من 1000 بقت كام؟ 400. خلاص هي. العملية الحسابية المستخدمة لإيجاد قيمة المتغير x في المعادلة دهيت بتساوي كام؟ احنا كده عايزين ايه؟ نطرح صح؟ بس احنا عايزين عملية الجمع ولا طرح ولا ضرب ولا جسم. ده عملية ايه؟ طرح. أول حاجة هي عامل النموذج الشريط اللي هحكيك عليه كام. دي سالب فيبقى كل اللي قبل الطرح اللي هو كام؟ 68 صحيح و63 جزء من 100. ودي اكس ودي 24 صحيح و5 جزء من 10. هو عايزين ايه؟ الاكس. في الكل ناقص الجزء يبقى احنا هنعمل عملية ايه يا باشمهندس؟ عملية طرح. طيب تعالى مع بعض كده يا باشمهندس نجيب بالمرة السؤال اللي هو قيمة اكس. فقيمة اكس بتساوي هنطرح يا باشمهندس اللي هي كام؟
6 ناقص 0 اللي هي عبارة عن 6 ناقص 5 اللي هي بواحد، و3 ناقص 0 اللي هي ب3 على 10 دي زي ما هي. 8 نشيل منهم 4 اتبقى كام يا باشمهندس؟ اتبقى الأربعة، و6 نشيل منهم الاتنين اتبقى كام؟ الأربعة. يبقى قيمة إكس هي 44 صحيح و31 جزء من 100. دي لو قالك عايز قيمة إكس يعني. طب هنا يا باشمهندس كده السؤال التالت بيقول لك هنا يا باشمهندس كده استغرقت ريهام 8.5 ساعة في 8 ساعات ونص يعني في القراءة، وساعتين و25 دقيقة في ممارسة الرياضة. اكتب معادلة تعبر عن إجمالي عدد الساعات المستغرقة. طيب هي كانت تساوي كام؟ 8.5 زائد 2.25% بتساوي أي رقم أنت عايزه أو أي رمز، وليكن اسمه مثلا A. هو عايز ثم حلها فعايز قيمة A. اجمع الحدود عشان تجيب قيمة A بتساوي كام؟ هنا مع الشيء بعد رقمين نحط له صفر. 5 وصفر هي 5 واتنين وخمسة 7 على 2 زي ما هي. 2 والتمانية كام؟ 10. يبقى استغرقت كام يا باشمهندس ريهام؟ 10 صحيح و75 جزء من 100. السؤال رقم 12 بيقول لك رتب تنازليا. التنازليا دي اللي هي من الكبير للصغير أو الحي أبعاد عشرية. هنا رقمين تلات أرقام حط صفر وصفر. هنا رقم حط صفرين، وهنا رقم حط صفرين. بص على الشمال هنا رقمين لا حط صفر، وهنا رقم واحد حط صفر، وهنا رقمين هنا رقم واحد حط صفر. لما نيجي نقارن او يقول لك تنازليا يعني من الكبير للصغير عايزين اكبر حاجه. هنا رقمين هنا كام؟ رقمين شغالين مع ديت ودي. 13 13 5 و5 0 و2 لازم اكبر ديت. 13 صحيح و52 جزء من 100. بعد كده 13 صحيح و5 جزء من 10 خدناها. 6 و9 انهي و6 و9 انهي الاكبر؟ التسعة طبعا تبقى 9 صحيح و8 جزء من 10. 6 و6 5 و2 انهي الاكبر؟ ل5 تبقى 6 و5 من 10. واخر حاجة 6 و9 و291 جزء من 100 من 1000. ده 6 صحيح و91 جزء من 1000. طيب تعال نشوف الامتحان اللي بعد كده. الاختبار رقم 4 بيقول لك السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. جميع الأعداد متساوية ما عدا نقط، يعني كلهم بيساووا بعض. 80 جزء من 10 80 جزء من 100 إلى 80 على 100. بص 80 على 100 صفر مع صفر تبقى 8 على 10 عادي خالص. طب ديت 8 على 100 8 على 100 كده هل زيهم؟ دي 8 على 10 عادي. دي 800 على 100 ادي 800 على 1000 اهي. لكن الصفرين مع الصفرين بقى 8 على 10 اللي هي المختلفة اللي هي رقم كام؟ رقم. السؤال الثاني أيا من أي عددين مما يلي يكون العامل المشترك الأكبر له كام؟ 4. عددين العامل المشترك يعني لو هما عددين يا باشمهندس ونعرف نوصل الصغير للكبير فيكون الكبير هو العامل المشترك. دي لو ضربنا ديت في 2 تكون هي دي صح. طب دي يا باشمهندس هو عايز العامل المشترك ولا عايز الميم ميم ألف؟ لا هو عايز الميم ميم ألف يا باشمهندس. العين ميم ألف. العامل المشترك يا باشمهندس اللي هو كام؟ 2 و4. دي العين ميم ألف بتاعتهم ب2 فبالتالي غلط احنا عايزينها 4. دي يا باشمهندس العامل المشترك الاكبر اللي هي كام؟ الاربعه. بص كده لو معاك عددين وليكن اكس والتاني مثلا اسمه اكس بس مضروب في رقم، خد بالك مضروب في رقم، فيكون العين ميم الف الاول، لكن لو عايز الميم ميم الف اللي هو كام؟ التاني. دي يا باشمهندس ديت يعني معلومه كده بسيطه. 4 و6 طبعا احنا مش هنعرف نضرب الأربعة في رقم عشان توصل ل6 فبالتالي لازم نحل. فمين نحل يا باشمهندس؟ تبقى ديت 2 في 2 وديت 3 في 3 فمش حاجة مشتركة أصلا ما بينهم يا باشمهندس فاسمهم أعداد أولية فيما بينهم. تمام. تبقى اختيار رقم ب. المعادلة التي تعبر عن طرح 8 من 10 من عدد ما ويكون الناتج 1 و2 من 10 هي النقط. بص كده المعادلة تعبر عن طرح 8 من 10 من عدد ما، العدد ما اسمه اكس، طرح يعني ناقص 8 من 10 يكون الناتج يعني بيساوي 1 و2 من 10. فين الكلام ده يا باشمهندس؟ اللي هي رقم الدال الأخير. طب هنا يا باشمهندس كده بص خد 5 لوحدها أهي، خد 3 من 10 خد 2 من 10 اتبقى لك كام؟ 6 جزء من 1000 ادي 6 جزء من 1000 اللي هي رقم ب. الأعداد دهيت مضاعفات الأعداد نقط. بص كده 9 عبارة عن 3 في 3 في 3 هنا؟ لا. طب واحدة واحدة يبقى مفيش 3. هل ينفع الاتنين توصل ل9؟ عشان نضرب في رقم صحيح. الستة تضرب في رقم 9 ما تنفعش يا باشمهندس تضرب في رقم 9 تدينا 9. التسعة تنفع تسعة نضرب في 1. التسعة توصل ل 18 تنضرب في 2. التسعة تنضرب في 3 بتساوي 27. بس ال 18 لما تيجي توصل ل9 تضرب في نص فبالتالي لا انا مش عايز دي هتبقى كام؟ اختيار رقم 9 خلاص كده. السؤال الثاني أكمل المال. الرقم الموجود في خانة الجزء من 1000 في نقاط دي. بص جزء من دي على 20 جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000 اللي هو كام؟ الأربعة. طيب هو هنا يا باشمهندس كده 12 أو 1245 بقت كام؟
12 صحيح و45 جزءا من 100. العام عشان ده كام رقمين وكان عدد صحيح، يبقى ده صفرين وفرحة واحد، يبقى مقسوم على 100. العدد الأولي الذي مجموع عوامله كام 14. هو العدد الأولي هو عبارة عن العدد نفسه واحد الصحيح، يبقى اطرح من المجموع دوت واحد، فجيب 13 والواحد، بحيث نتيجة يجمعهم بيساوي كام 14، فالعدد هو كام هو 13. طب دي كشوط عايز يجمع عادي. أول حاجة نبص على 20، على 20 على 20 رقمين، رقم نحط صفر، تلات أرقام رقم نحط صفر، صفر وأربعة هي الأربعة، 2 و8 10، صفر معايا واحد، 1 و3 4 و9 تبقى 13، 3 ومعاه الواحد، علامة عشرتين زي ما هي، 1 و4 5 و2 7، والخمسين زي ما هي بقت 57 صحيح، 304 جزء من 1000. في النموذج الشريط المقابل قيمة ال n، والله يا باشمهندس ال n ديت كده في الجزء، فبالتالي نستخدم عملية الطرح، الكل ناقص الجزء، 10 صحيح و2 من 10 ناقص الستة و21. بص كده، هنا رقمين وهنا رقم، حط صفر، صفر ناقص الواحد ما ينفعش، برافو عليك، نروح نستلف، دي بقت الواحد ودي بقت كام دي بقت العشرة، 10 نشيل منهم واحد يبقى 9، واحد نشيل منهم اتنين برضك ما ينفعش، نروح نستلف، دي بقت صفر وتسعة ودي بقت 11، 11 نشيل منهم الاتنين يا هندسة بقى كام التسعة برضه، على مع عشرتين زي ما هي، 9 ناقص 6 عبارة عن كام عبارة عن 3، فيبقى قيمة ال n هي 3 صحيح و99 جزء من 100. السؤال الثالث، كون أكبر كسر عشري من الأرقام التالية، أكبر كسر عشري، بص أكبر كسر عشري يبقى لازم تستخدم إيه كسور. كسور يا باشمهندس يعني علامة عشرية أهو. طب قال لك فيها عدد كسري؟ لا، طالما ما قالكش عدد كسري يا باشمهندس يبقى نحط لها صفر على طول كده، بتتش رقم. فين أكبر حاجة؟ التسعة خدناه، بعديها السبعة خدناه، بعديها الستة، بعديها كام الخمسة، بقت كام يا باشمهندس؟ بقت 9765 جزء من 10000. طب هنا إذا كان طول محمد هو 175 سنتيمتر و25 جزء من 100، وطول سامي 164 سنتي و32 جزء من 100، فيوجد الفرق بين طولهما. هنطرح يا باشمهندس، يبقى و100 خلينا نطرحه في الجملات فوق هنا شوية، ادي 175 و25، نشيل منهم 164 وال32، يلا يا باشمهندس 5 ناقص الاتنين عبارة عن 3، واتنين ناقص 3 ما ينفعش، نروح نستلف، دي بقت الأربعة ودي بقت ال12، 12 ناقص 3 بكام؟ بتسعة، وأربعة جابت نلعبها عشان زي ما هي، 4 ناقص 4 بصفر، 7 ناقص 6 بواحد، واحد ناقص واحد بكام؟ بصفر، فيبقى الفرق بينهم كام؟ نقول لك ده اهو، الفرق بينهما هو كام؟ 10 و93 جزء من 100 سنتيمتر. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام، تعال نشوفوا الامتحان اللي بعد كده أو الاختبار اللي بعد كده. الاختبار رقم 5 بيقول لك هنا يا باشمهندس بقى 10 صحيح و2 من 10 زائد كام عشان تساوي 17 صحيح و25 جزء من 100. جميل خالص. بص كده يا باشمهندس العدد الصحيح، دي 10 بقت 17 يبقى ناقص لنا 7 على معشية بقى 2 ودي 25، يعني هيديك انها 20 جزء من 100 ودي 25 جزء من 100، بقى ده كام 5 جزء من 100. فين ديت اللي رقم جي؟ طب هنا 126 على الألف، نزل البسط زي ما هو ادي 126، العلامة على الشيء بعد كام رقم؟ 3 أرقام، ليه؟ عشان هنا في 3 أصفار، 1 2 3 أهو، بقت 126 جزء من 1000. فين ديت اللي دي؟ أصغر عدد أولي فردي، أصغر عدد أولي فردي هو كام؟ التلاتة. قالك أصغر عدد أولي زوجي الاتنين، قالك العدد الأولي الزوجي الوحيد هو الاتنين. أصغر عدد مكون من رقمين هو كام؟ ال11. كم مرة يجب ضرب العدد 11 في نفسه ليصبح كام؟ 10 في نفسه ليصبح كام؟ 10000 يا باشمهندس. كام صفر دول؟ 3، والألف ده هم قدامه صفر واحد، فبالتالي هنضربه في نفسه كم مرة؟ 3 مرات. طب 15 صحيح و7 جزء من 100، لازم الرقم يكون أكبر أو يكون أصغر من 15 صحيح و7 جزء من 100، في كام؟ دي 16 أكبر على طول، 9 هي دي باشمهندس. طب دي 15 و8 من 10، لا 8 من 10 أكبر من 7 جزء من 10، ودي 15 و88 لا دي غلط برضه، هتبقى الاختيار رقم ب. السؤال الثاني بيقول لك اكمل برضه يا باشمهندس، احنا خدنا 35 اتبقى 206 جزء من 1000، خلاص خلصت. أول 4 مضاعفات لعدد كام؟ 7 غير الصفر، ولا باشمهندس اضرب السبعة في واحد، واحد في 7 ب7، اضرب السبعة في 2، 2 في 7 ب14، اضرب السبعة في 3، 3 في 7 بكام؟ ب21، اضرب السبعة في الأربعة اللي هي بتساوي ال24. خلاص. طب بقول لك هنا لأقرب واحد جزء من 1000 بتساوي كام؟ جزء من 10 جزء من جزء من 1000 اللي هي 9، بعديها 6 بتزود، فالتسعة تزيد واحد بقت كام؟ بقت 10، صفر واللي بعده يزيد واحد، واحد وواحد 2، واللي 20 زي ما هو 7 مع 20 5، بقت 5 صحيح و720. سجل محمود المعادلة دهيت كده
ليعبر عن كتلة وكتلته أخيه قيمة إكس. عايزين قيمة إكس يعني يا باشمهندس، هات قيمة إكس جمع على 20 ونعم 20. هنا نحط صفر عشان هنا رقمين يبقى رقمين تمام. صفر وتسعة هي 9 وخمسة وخمسة 10. صفر ومعايا الواحد، واحد واحد 2. 2 وخمسة كام؟ 2 وخمسة عبارة عن 7 وستة واتنين عبارة عن 8. يبقى كتلته كام أو قيمة إكس بكام؟ هي 87 صحيح و9 جزء من 100. العدد المميز للكسر العشري 8 من 10 يا باشمهندس هو الواحد. انت خدت الأعداد والتمانية من 10 والتسعة من 10 بتروح للواحد الصحيح. طب هنا أجب عما يلي: عددان الأول عوامله الأولية 2 و5 و2 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 و5، والثاني عوامله الأولية 2 و2 و3. اوجد العددين يبقى اضربهم في بعض. اضرب ديت الخمسة في الاتنين في اتنين، 2 في 5 ب10 في 2 تبقى ب20. طب التاني اضرب التلاتة في 2 في الاتنين، 2 في 2 ب4 والتلاتة في 4 بكام؟ ب12. يبقى العددان هما ال12 والكام وال20. ثم اوجد عين ميم ألف. ايه المشترك ما بينهم؟ والله بص كده لقيت الاتنين اهي ولقيت الاتنين التاني، فيكون العين ميم ألف هو عبارة عن الاتنين في اتنين اللي هي بكام؟ بالأربعة. طب ديت يا باشمهندس كده ب ناقص 32 صحيح و99 جزء من 100 بتساوي 101 جزء من 100. أول حاجة مش دي ناقص؟ فتبقى الكل يا باشمهندس اعملها على نموذج شريطي أهوت. فدي تبقى اسمها ب، ودي تبقى عبارة عن 32 و99، ودي اسمها 100 وواحد من 100. فاحنا هنجمع كام؟ هنجمع الاتنين وتلاتين وتسعة وتسعين مجموع عليها كام؟ المية وواحد من 100. واحد وتسعة 10، صفر معايا واحد. واحد وتسعة 10، صفر معايا الواحد. واحد واتنين 3 وتلاتة وواحد صفر وتلاتة كام؟ 3 وواحد ينزل اهو بقت 133 وبس. مفيش حاجة جزء من 10 جزء من 100 وجزء من 1000. طيب عشان تصدر حاجة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار أول بأول. ومستمرين إن شاء الله يا باشمهندس مع حل كتاب سلاح التلميذ كامل والاختبارات باشمهندس الشهور، وفي مراجعة طبعا مذاكرة ومراجعة هتلاقيها ظاهرة هناك يا باشمهندس. الرابط بتاعها طبعا هتلاقيه ظاهر فوق. ومتنساش يا باشمهندس تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار أول بأول. ونشوفكم على الفيديو الجاي. سلام.